مالك يا جنى زعلانة ليه؟ جنى زعلانة عشان ما عملتلهاش اللوحة. نزلت جنى وراح على المدرسة. قلت لها اطلعي اطلعي ده. انا مش هقدر ازعل جنى. عقبال ما جنى طلعت على السلالم جري جري عملت لها احلى مفاجأة. ايه. بص تتفاجئ ازاي تا تا تا. ايه ده؟ ربنا يسعد اولادكم ده كلهم جميل قوي. جميعا وتقدروا تفرحوهم بحاجة بسيطة. جميلة قوي. يا رب تكون عجبتها. اول ما نبدأ كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. النهارده بقى جانا قالت لي انا عايزه لوحه حلوه ونعمل اعاده تدوير للكتاب القديم اللي احنا كنا مخلصينه طبعا، بتاع الترم الاولاني، عشان خاطر ميس سمر. هي بتحب ميس سمر جدا. وهي انسانه جميله جدا، فادعوا لها في الكومنتات ان ربنا يكرمها. هنبدا نجيب اللوح بتاعنا كده عندي من البيت، جبته مع الادوات بتاعه المدرسه. هتبداي تقسميه، هو كبير جدا، يعني على قد اللوحة ان انت عايزاها، والباقي برضو يعني تخليه عندك تعمليه في حاجة تانية. جبت المسطرة وقعدت اعلم واقسم كده اللوح او الفرخ بتاعنا. قسميه كده. بعد ما قسمته جبت الورق بترتر دوت في المكتبة. هو ده بالفيس بيلزق، يعني مش بتحتاجي له امير ولا بتحتاجي له الشمع ولا حاجة من دي. هبدأ اقسمه مثلا لو هو 20 سنتي هبدأ اقسمه 2.5 2.5. هقص كده، قصتهم كلهم بالشكل ده كلهم متساويين. عايزة تحطي بقى على الأطراف كلها كلها كده، فأنا ما حبيتش، حطيت بس في النص. هبدأ أقسمهم كده وأقصقص بالمقص. جبت الكتاب القديم وبدأت إن أنا أقص منه الحاجات، اللغة العربية واللوجو بتاع النسر. هبدأ أقص كده. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات، وقولوا لي لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، قولوا لي انتوا بتتابعوني منين. بيفرحني والله. بدأت ان انا اقص كل الموضوعات بتاعتنا وكل اللي احنا هنتكلم عليه بالشكل ده عشان وقت الفيديو، او زي ما انتوا شايفين احط كده. لا كده احسن. انتوا قولوا لي برضو في الكومنتات شكلها حلو. هبدأ اشيل اللزق بالشكل ده والزقه واسطنيه. حاجة بسيطة بس هتفرح بيها اولادك وتخليهم مبسوطين. بدأت الزق واسطني انت كده، وابدأي رصي قبل ما تلزقي اي حاجة، شوفي شكلها عشان ايه ما تحتريش. يعني رصيهم كده، انا رصيتهم ده كده من غير من لزق ولا شمع ولا اي حاجه. والاتوبيس بتاعنا الجميل ده اللي هنكتب فيه اسم جنى. انا مؤثر، انا مبدع، انت تربح، كل الموضوعات اللي هي بتتكلم عن سنه رابعه. الوطن طبعا، وطننا الغالي. هبدا الزق بالمسدس الشمع، وخلوا بالكم طبعا ان هو بيبقى سخن جدا ويلزق في صوابعنا. انا اتلسعت كتير. لزقت كده كل حاجة، يعني ايه بتدل على الرسمة حطيتها. انا مؤثرة ان هي بتنشد. آه زي ما انتوا شايفين كده. انت تربح يعني في حاجات كتير اوي انا نسيتها. مبدعة، مبتكر، كل الموضوعات كده. ده الزقي. انا بلزق من فوق لتحت عشان الورق ايه، عشان ايديكي برضو، عشان الورقة ما تروحش كده ولا كده. زي ما انت حطات الزقية. ده الزقي كده كله. بتخفف عليك وبتبقى سهلة، غير لما انت تقعدي بقى تقولي لا احط فين واجي منين. لا انت عارفة مكان الحاجة
ومرصصاها قبل ما انت تلزقي. صلوا على النبي يا جماعة لو وصلتوا لحد كده في الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنحط طبعا الدكتور مجدي يعقوب في النص. هي تبقى لوحة مبهجة كده شوية، وكل ده جانا طالعة على السلم. هبدأ بسرعة بسرعة. هنعمل لها اليد. اي خيط عندك او اي دبارة تبدأي تقصي كده منها حتة. انا قصيت، وبعد كده هعقدها من الجنبين عشان خاطر التحميل لما تتحط في الفصل يتحط في يعني تحط المسمار الميس وتعلقها منه كده. ابدأ اوسطن. هجيب المسدس بتاعي والزق. خلي بالي طبعا سخنة جدا. بالشكل ده. على العموم الورقة دي يا جماعة او دي كرتونة تقيلة شوية عشان تتحمل اللوحة بتاعتنا. وابدأ اجيب الورق البترتر دوت اللي هو الدبل فيس. بصوا متينة ازاي. ايه رأيكم؟ جميلة وحاجة بسيطة. ويا رب اكون اسعدت جنى وفرحتها. بخش يا جنى في الكومنتات وقولي لي انت فرحتي ولا لا. هبدأ بقى كل اللي احنا مقصقصينه وعملنا بيه الدوائر والكلام ده ما ترموهوش، زيني بيه بطريقة عشوائية بتدي برضو بهجة كده وشكل حلو. ويا رب تعجب مس سمر. حاجة بسيطة بس فرحت بيها أولادك وما زعلتهاش وما خليتهاش تروح على المدرسة وهي زعلانة. اهي بالشكل ده كده جميلة. هبدأ أكتب اسم جنى. كتبت اسمها واسم الميس والمدرسة والكلاس طبعا. خلصتها كده وكتبت في الأتوبيس بتاعي الجميل دوت. دي شكلها في النهاية. يا رب تكون فكرة